القاعة هي واحدة من الأسواق التاريخية المندثرة في طنجة القديمة، اللي هي سوق ولكن ماشي فندق وماشي سوق أسبوعي، وهي السوق الوحيدة اللي كتكون مراقبة من المخزن والمحتسب، ويتم تحديد الأسعار فيها ومراقبة المكاييل والأوزان بشكل شرعي وبدقة. وفي طنجة كانت القاعة بالقرب من باب المرسى القديم، وقد تم هدمها قبل سنة 1920 على اعتبار تاريخ بناء باب المرسى الجديد مكتوب عليه سنة 1921. والقاعة اللي هي سوق خاص ببيع الزيت والعسل والسمن كان يقع بجانب برج الفلاح أو برج الحجوي كما يعرف به اليوم، وما زال موقعه الذي هي الطريق العمومية يسمى بطريق القاعة المفضي لباب المرسى القديم. ابقوا معي لنهاية الفيديو لمعرفة المزيد من التفاصيل. القاعة هي سوق الزيت والسمن والعسل بالجملة، كان فيها ديما مراقب معين من المخزن كيحدد الأسعار، ومحتسب كيراقب الموازين بالكيفية الشرعية. في العسل والسمن كيبيعوهم بالميزان اللي هو الرطل، وهو 32 ريال النقرة، أي ما يعادل 810 غرام. والزيت بالعبار كان عبارة عن سطل من الخشب كيحدد المخزن تقريبا في 5 لتر. والقاعة هي سوق خاصة بالجملة كما قلت، وهي فيها الخزاين كيكونوا معمرين بالبرامل اللي كانوا كيتسموا في المراسي بالبوطة، وفيها الطنون والقدور والقلادش معمرين إما بالزبدة أو العسل، وعلى ذكر الزبدة والعسل اللي كانوا كيجيو في الجلود. أصدقائي، حلقتنا اليوم انتهت، ألتقيكم في الحلقة القادمة. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، إلى اللقاء.